السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم باشمهندس أحمد هاني، مهندس كهرباء. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هتكلم عن إيه هي مجالات الشغل تبع قسم كهرباء، وإيه هي الأسباب اللي تخليك تختار قسم كهرباء. أول حاجة لازم تبقى عارف إن قسم كهرباء هو من أهم الأقسام اللي موجودة داخل كلية الهندسة، وده لأن هو من أقدم الأقسام اللي كانت موجودة. ايه اللي يخليك مثلا تختار قسم كهرباء عن باقي الاقسام؟ ده لان هو مجالات شغله متوفره حاليا بشكل كبير جدا. ممكن تشتغل في حاجات كتيره جدا من خلال القسم بتاعك. زي مثلا ممكن تشتغل في حاجه اسمها الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده بيبقى الشغل بتاعه خاص بشركات المقاولات شويه. ممكن مثلا تشتغل في الكنترول، والكنترول ده برضو انت الشغل بتاعك بيكون في المصانع والشركات. ويعني انا هتكلم عن المواضيع دي كلها والمجالات دي كلها في فيديوهات تانية جاية يعني ان شاء الله بإذن الله. بس انا بتكلم يعني عن لمحة بسيطة عن الحاجات اللي انت ممكن تشتغل فيها، او مجالات الشغل بتاعت قسم كهرباء، او انت كمهندس كهرباء اصلا هتطلع تشتغل ايه. ممكن برضو تشتغل في تالت حاجة اللي هي المحطات دي مثلا بتشمل محطات التوليد ومحطات النقل. ممكن تشتغل في البروتكشن سيستم. برضو في المحطات بيبقى في بروتكشن سيستم للشبكة الكهربية، انت ممكن تشتغل في الحاجة دي. ممكن تشتغل حاليا في السولار انرجي. وده طبعا بجانب ان في مجالات كتيرة قوي ممكن انت تشتغل فيها كمهندس كهرباء، ولكن بيبقى الموضوع محتاج منك بعض المتطلبات. يعني معلش، انت في الجامعه بتدي لك كل الاساسيات اللي ممكن تاهلك انك تشتغل، بس مش بتديك كل المعلومات. فانت لازم تشتغل على نفسك شويه، بمعنى انك لازم تاخد كورسات معينه. الكورسات دي هي اللي هتطورك انك انت تبقى مناسب للشغل. لما تروح تقدم على اي شركه تبقى مؤهل للشغل فيها. كل الحاجات دي هي هتساعدك في المجال بتاعك ان شاء الله باذن الله. من المجالات الكتير المختلفة اللي انت ممكن تشتغل فيها برضو مجال زي الامبيدد سيستم. الامبيدد سيستم هو من المجالات اللي هي حاليا يعني منتشرة كتير، وفي ناس كتير بتشتغل في الامبيدد سيستم. ولكن دايما بيبقى في الامبيدد سيستم هم مهندسين حاسبات، لان هم بيبقوا شغالين شوية سوفت وير وهارد وير والكلام ده. بس انت كمهندس كهرباء باور برضو ممكن تشتغل في الامبيدد سيستم، ولكن بتحتاج منك بعض التطويرات اللي انت بتعملها مع نفسك، مثلا بانك انت بتتعلم لغه برمجه معينه زي مثلا سي شارب او سي بلس بلس او سي امبيدد. كل الكلام ده انت لازم بتضيفه لنفسك بعد ما بتتخرج، بحيث انك انت تقدر تشتغل في جزئيه معينه. فاهم قصدي؟ هي كل الفكره انك انت ممكن تشتغل في مجالات كتيره جدا، بس كل مجال من المجالات دي معلش يعني هيبقى محتاج منك شويه مجهود وشويه تعب في البدايه، لان يعني زي ما قلت لك برضو في الاول ان الجامعه مش هتديك كل المعلومات اللي في دماغك، عشان بس ما تبقاش انت داخل ومفكر ان هو ايه، انا لسه بقى في اعدادي هندسه وداخل بقى اولى وان شاء الله باذن الله هبقى مهندس مش عارف ايه والكلام ده. الجامعه بتدي لك كل المعلومات الاساسيه اللي تخليك تبقى قادر انك تفهم الحاجات اللي هتاخدها بعد كده بره. يبقى احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مجالات كتيره ممكن نشتغل فيها كمهندسين كهرباء بار، وهي الديستريبيوشن، الكنترول، البروتكشن سيستم، المحطات، السولار انرجي. وقلنا ان في برضو مجالات كتير تانية مختلفة ممكن نشتغل فيها كمهندسين كهرباء. بالنسبة بقى لرينج المرتبات، فحتة الأرزاق دي بتاعت ربنا طبعا، لازم انت تبقى مؤمن وعارف حاجة زي كده. إن شاء الله بإذن الله حتة المرتبات دي بقى بتختلف من المكان اللي انت بتشتغل فيه، لأن مثلا ممكن مهندس يشتغل في شركة معينة ياخد مثلا في البداية، يعني مثلا ياخد ستارت اب 5000 جنيه، وممكن واحد تاني يبدأ في شركة تانية مختلفة تبقى عالية شوية بتدي مثلا 7 8، على حسب انت بتكون المكان اللي انت موجود فيه فين. بس كل الفكرة انك انت في البداية هتلاقي طبعا يعني محدش بيطلع سلم النجاح مره واحده، لازم بتاخده ستيب باي ستيب. فانت لازم تشتغل على نفسك ولازم تتعب شويه لحد ما توصل للمرحله انك انت تبقى متمكن ومتميز في المجال بتاعك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله برضو في خلال السلاسل اللي جايه من الحلقات هحاول ان انا انزل فيديوهات هتشرح هتبقى عباره عن كورسات مجانيه هنشرح فيها كل مجال من المجالات اللي انا اتكلمت عليها دي، زي مثلا الديستريبيوشن والكنترول وازاي تشتغل في المحطات. طيب محطات التوليد دي بتشتغل ازاي؟ طب محطات النقل بتشتغل ازاي؟ طب انا ازاي اشتغل في السولار انرجي والطاقه الشمسيه؟ طيب مثلا انا ازاي ابقى شاطر في البروتكشن سيستم علشان ابقى فاهم ايه اللي بيحصل في المحطه وانا واقف كمهندس؟ طيب انا مثلا في مجال الديستريبيوشن مثلا ومجال المقاولات، ازاي مثلا اقدر اوزع السوكتات بتاعه المبنى؟ ازاي اقدر اعمل حساب للاحمال بتاعه المبنى؟ ازاي اقدر اغذي المبنى بتاعي؟ كل الكلام ده برضو كذلك في الكنترول، ازاي اقدر احمي الماشين بتاعتي
بتاعتي ازاي اقدر اتحكم فيها بكل بساطه وبكل سهوله. كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله انا هبدا اشرحه في سلاسل جايه من المحاضرات، هتبقى كلها مجانيه ان شاء الله باذن الله على القناه بتاعتي. كل اللي انا عايزه منك بس انك تتابعني، وان شاء الله باذن الله هيبقى في حاجات كتيره حلوه ومفيده ان شاء الله باذن الله، وعلى قدر كافي من الكفاءه باذن الله. وشكرا.